نجيبوا لهنا الكميه تاع السلق اللي رايحين نطيبوا بها. اذا السلق اولا راح نغسلو مليح مليح ورقه بالخل، ومن راح نغسلو مرتين ولا ثلاثه لانه مؤخرا ولا يجيو فيه الاوساخ بزاف والدود. نغسلو السلق تاعنا البنات، نحيو هذاك القعوات، نخلو تقريبا الاوراق برك. اذا نجي لهنا راح نقطعو بشكل رقيق، لازم ترقوا التقطاع تاعو بهذه الطريقه ونخليه جانبا. فيها واحده اخرى عندي هنايا حبه بطاطا متوسطه، اذا على حساب كميه تاع السلق اللي راح نطيبوا بها. اذا نجيب لهنايا البطاطا تاعي راح نقطعها المربعات. بهذه الطريقه راح نقليها. فيها واحده اخرى كما راكم تشوفوا عندي زوج حبات طوماطيش وعندي هذا النص. اذا كميه كما راكم تشوفوا زوج حبات يكونوا صغار ولا تحطوا حبه كبيره فرد مره. راح نرابي الطوماطيش تاعي بهذا الشكل. نجيب لهنا المقله تاعي نحط فيها شويه زيت، فيها طوماطيش يتقلى، نحط هنايا شويه ملح، نربي على طوماطيش تاعي سنينه تاع ثوم، ونخلي طوماطيش تاعي يتقلى مليح مليح حتى يتعسل. راح نحط له مغرفه فلفل اكري، نحط له شويه فلفل اكحل ونخلطو ونخليه حتى يتعسل مليح بهذه الطريقه. اذا وصفه رائعه يا البنات، راح تعجب اطفالكم بزاف وراحين ياكلوا بهذه الطريقه، راحين ياكلوا لكم السلق. واش مغرفه تاع الكمون، لانه كما تعرفوا الكمون يمشي بزاف مع السلق، راح تتحصلوا على واحد البنه تقولي طيبتوه البنات بالحوت. اذا يجي رائع هذا السلق. يطيب الطوماطيش تاعنا ويتعسل، اذا راح نضيف عليه السلق اللي كنا قطعناه رقيق ونخليه حتى يذبل ويطيب مليح مليح مع الطوماطيش. تعرفوا السلق ما راحش يدي بزاف الوقت، راح يذبل ليه ما يديش كامل الوقت. فيها واحده اخرى البنات، عندي هنايا زوج بيضات، تحبوا تحطوا 3 البنات، اذا كل وحده والرغبه تاعها. انايا 2 نحس مكافيين. نحطوا شويه فلفل اكحل باش هكذا نتبلوا البيض تاعنا ونخلطوا ونخليه جانبا. راح نحتاجو ثاني كما راكم تشوفوا كميه تاع الجبن المبشور. بعد ما نقلوا البطاطا تاعنا، بعد ما يتقلل السلق ويطيب كما راكم تشوفوا البنات، هنا راهو طاب مليح مليح مع لاصوص هذيك تاع الطوماطيش. ريحته راهي دايره حاله تجي بنينه بنينه. هذه الوصفه من اروع ما يكون. لهنا نحط عليها البطاطا المقليه ونخلطو مليح. نحاولوا نهبطوا الجوانب، ما خلوش الدوزان هذاك طالع مع المقله. بهذه الطريقه نخلوها تتغلى شوي برك. قبل تتغلى شويه راح نجيبوا البيض تاعنا وراح نحطوه بهذه الطريقه. نحاولوا برك بالفرشيطان نحاولوا ندخلوا البيض، نخلوه باش يهبط من التحت. لازم الكمون في هذه الوصفه البنات، لانه الكمون هو اللي يخرج لكم البنه تاع السلق مع البنه تاع الكمون. راح يعطيكم كي شغل حطيتو هنايا الحوت يعطيكم هذيك البنه تاع الحوت، واحد البنه روعه. بعد ما نحسوا البيض تاعنا بدا يطيب، اذا نجيبوا هنايا الفرماج ارابي نحطوه من فوق. الفرماج مبشور كما تعرفوا الاطفال يحبوا بزاف الفرماج. نغطوا به
السلق والبطاطا بهذه الطريقه، ونغطي على المقله تاعي ونخلي الفرماج حتى يذوب مليح. كي طيب الشكشوكه تاعنا نحطوا لها شويه معدنوس ولا كزبر كما تحبوا. اذا وحكوا لي البنات على البنه تجي بنينه كراف بنينه. اذا نتمنى حبيباتي تجربوا الوصفه تاع اليوم، خلوا لي راكم في التعليقات حبيباتي، ما تبخلونيش بجمل الفيديو، بارطاجيو الوصفه بقوه الاحباب والاصدقاء. اذا جربوها حبيباتي لوليداتكم، راح تعجبكم بزاف، تعجب افراد العائله كامل. اذا نقدموها مع الفطير ولا كسرة مطلوع، اذا نجيكم من اروع ما يكون. نختم الفيديو تاعنا كالعاده بالصلاه والسلام على النبي عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الى يوم الدين. وانتظروني غالياتي في فيديو جديد. سلام.